هو ايه السبب اللي بيخليك خايف في بداية تعلمك للسواقة؟ هقول لك يا قائد، الجهل. اشمعنى دي اللي رنت جامد كده يعني؟ دي علامة يا مارد. بص يا قائد، الانسان عدو ما يجهل، وعدوك لازم تعرف عنه معلومات ياما عشان تعرف تتغلب عليه وتكسر خوفك منه. الشخص اللي بيمشي على الحبل ده، تفتكر كان احساسه عامل ازاي قبل ما يمشي على الحبل اصلا؟ قبل ما يخوض التجربة اكيد كان خايف جدا طبعا، مفيهاش هزار دي يا قائد. بمجرد دراسته لقواعد الاتزان وشوية تمارين، الموضوع بيكون بسيط جدا بالنسبة له، والخوف بيروح. وكذلك الامر بالنسبه للسواقه واي مهاره تانية كمان. بمجرد ما تبدا تتعلم وتدرس منهج منظم، التطبيق العملي وقتها هيبقى بسيط جدا، والتجربه مش هتكون متحوطه بالخوف اللي انت متصوره. وكمان وجود مدربين محترفين معاك هيعزز من ثقتك وهيخلي تجربتك سلسه. حد بيقول لك ما تخافش انا في ظهرك، ياه فينك من زمان يا اخي. والله محتاجين الناس دي في حياتنا. انا محمد ابراهيم، مدير اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات، وبنتمنى لكم السلامه في